الحجازية الاسكندراني كما يجب أن تكون. بجد هنعمله مع بعض النسخة الأصلية من الجميلة اسكندرية، وهتطلع معاكم ناعمة وطرية والطعم فوق الرائع، والطريقة سهلة جدا ومش مكلفة. وياريت لايكات كتير والتعليقات الجميلة عشان الفيديو بجد يستاهل. وببركة بسم الله والصلاة على سيدنا محمد نبدأ الفيديو. يلا بينا نشوف المكونات. معانا كوب من المادة الدهنية، أنا مستعملة نص زيت نص سمنة. عايزين تستعملوا التلات ارباع سمنة والربع زيت مفيش أي مشكلة يا جماعة، زي ما تحبوا. كلها سمنة عادي خالص، بس أهم حاجة طبعا إن أنا مدفية السمنة على النار. ومعانا كوبايتين دقيق سميد، كوبايتين دقيق متعدد الاستخدام، كوباية إلا ربع مية دافية، 3 معالق كبار سكر هرميين، رشة ملح، معلقة كبيرة خميرة فورية، باكو فانيليا أو نص معلقة صغيرة فانيليا. وفي ملحوظة مهمة، الكوباية اللي انا معايرة بيها السمنة هي نفس حجم الكوباية اللي انا معايرة بيها الدقيق، والاتنين حجمهم حجم الكوباية المعيارية. وفي برضو حاجة كمان اسهل عليكي اكتر، الكوباية اللي انت هتعايري بيها الدقيق هي اللي تعايري بيها السمنة، تعايري بيها كل حاجة. نيجي بقى للحشوة. مكونات الحشوة عبارة عن كوباية ونص دقيق سميد، كوباية سكر سنترافيش، معلقتين كبار قرفة، معلقتين كبار سمنة، ربع كوباية مية. ويلا بينا بقى نشوف الطريقة. اول حاجة هنبتدي بيها هنعمل اختبار الخميرة. هناخد من مقدار المية الكوباية الا ربع، هناخد بس منها نص كوباية مية دافية. وطبعا المية مش سخنة قوي عشان ما تموتش الخميرة، خلي بالكم. بعد كده هننزل بالثلاث معالق سكر، 3 معالق كبار هرميين، وهننزل بمعلقة الخميرة، معلقة كبيرة خميرة فورية، وهنقلب الخميرة مع السكر جيدا لحد ما تدوب تماما اهو زي ما انتوا شايفين. نترك الخميرة من 5 ل10 دقايق كده تتفاعل عشان نطمن انها شغالة. وبعد كده بقى هننزل بكوبايتين دقيق السميد، عليهم كوبايتين الدقيق الابيض المتعدد الاستخدام، هننخله طبعا عشان لو في اي شوائب، وكمان الدقيق يدخله هوا. كده خلاص نخلنا الدقيق. هننزل بقى برشة الملح سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكمان رشة الملح دي بتظهر لنا النكهات. وهننزل بقى بظرف الفانيليا ونقلب كل المكونات الجافة مع بعض جيدا. هننزل بخليط المادة الدهنية، طبعا احنا يدوبك مدفينه على النار علشان احنا عايزين السمنة تفك مع الزيت، لان بيبقى افضل ان السمنة تكون دافية وسايلة علشان خاطر الدقيق يمتصها اسرع في البث. نقلب بقى كله في بعضه بالسباتيولا الاول كده لحد ما الدقيق والسمنة ما يندمجوا مع بعض، وبعد كده نستغنى عن السباتيولا ونستخدم ايدينا ونبس بقى لمدة 10 دقايق كده، علشان خاطر احنا عايزين الدقيق مع السمنة يندمجوا قوي مع بعض، يعني الدقيق يشرب السمنة مظبوط، لان طبعا البس ده مهم علشان الحجازية من النواعم عاملة كده زي المعمول والكحك. خلاص كده احنا بسينا الدقيق مع السمنة. هننزله بقى بالخميرة. بصوا يا جماعة الخميرة بسم الله ما شاء الله اتفعلت ازاي وعامله لنا وش فوم، هي كده تبقى ناجحة ومية مية. وطبعا مش هننسى شوية السكر اللي باقيين في السلطانية دولت هننزلهم بالسباتيولا ونبتدي نعجن. هتلاحظوا اول ما هننزل بالخميرة ان المية ياما، لا دقيق السميد هيمتصها وهتبقى مية مية. وهنشوف بقى هل احنا محتاجين مية تاني ولا لا. احنا كده مستخدمين نص كوباية مية على الخميرة، نص كوباية مية دافية. واهم حاجة نلم كده في العجينة ما نلتش عشان احنا مش عايزين نكون لها عرق، عشان تطلع معانا ناعمة وطرية. كده العجينة لسه ناشفة شوية، محتاجة شوية مية عشان تطرى معانا. شوف بقى هنحط لها قد ايه مية. كده باقي من معيار المية ربع كوباية. هننزله بقى بالمية واحدة واحدة، لاننا ممكن ما ناخدوش الربع كوباية مية كلها، ممكن ناخده بس جزء منها بسيط. نعجن بقى كده نشوف، نلم كده في العجين. برضو محتاجة برضو شوية مية، هننزله برضو بسنة مية بسيطة كده. خلاص العجينة بقت مية مية، مش محتاجين مية تاني. وادي شوية المية اللي اتبقوا من الربع كوباية اهم يا جماعة. وخلي بالكم استهلاك المية على حسب نوع الدقيق، ممكن تاخدي معيار المية كله او تزودي عنه بمعلقة كبيرة معلقتين على حسب نوع الدقيق يا جماعة. هنغطي العجينة بكيس بلاستيك وفوطة تقيلة ونتركها تخمر لمدة ساعة ونص. طبعا هنسيبها مدة طويلة علشان خاطر عجينة الحجازية بتبقى تقيلة شوية فمش بتخمر معانا بسرعة.
نيجي بقى للحشوة. هنعمله حشوة سهلة وبسيطة وبدون تعقيد. هننزل بكوباية ونص دقيق سميد، عليهم كوباية سكر ومعلقتين كبار قرفة، وما تزودوش عن معلقتين قرفة علشان ما تمررش منكم. ولو انتوا مش عايزين القرفة يبقى طعمها قوي قوي، حطي معلقة ونص قرفة ونص معلقة كاكاو خام اسباني. هنقلب بقى المكونات الجافة مع بعض. تمام. وبعد كده هننزل بمعلقتين كبار سمنة، اي نوع سمنة انت تحبيه، نباتي بلدي مفيش اي مشكلة. كمان السمنة بتدي للحشوة لمعة جميلة. هننزل بالمية على الحشوة واحدة واحدة ونقلب، لان احنا عايزين الحشوة تبقى يدوبك عاملة كده زي الرملة المندية. ننزل بقى بباقي المية ونقلب. طبعا المية بتساعد ان الحشوة تبقى متماسكة بين طبقات الحجازية، مهمة جدا. ودي شكل الحشوة، تيجي تمسكيها وتضغطي عليها تلاقيها تماسكت، بس هي مش متماسكة خالص. واللي بيحبوا بقى في الحشو يحطوا مكسرات عادي، ممكن تضيفي عليها مكسرات مجروشة، عايزة تحطي عليها سوداني مجروش او جوزة هند، اللي تحبوه. بس انا بفضل ان تبقى يعني حشوة الحجازية كده سادة ما فيهاش حاجة، هي ديت الاصل. وادي شكل العجينة بعد ما خمرت. بس في نقطة مهمة، عجينة الحجازية مش بترتفع قوي في التخمير زي العجينة العادية، خلي بالكم. هنقسم العجينة النصين بس مش متساويين قوي، هيكون في نص اكبر من التاني شوية. النص اللي اكبر من التاني دوت هنعملوه قاعدة للحجازية، والنص التاني الاصغر هنعملوه الوش الحجازية. هنجيبه بقى كيس نايلون او ورقة زبدة، ونقطعوها تقريبا كده على قد الصينية، ونحطها بقى في قاعدة الصينية علشان خاطر هنجيب قطعة العجينة اللي احنا هنحطها على وش الحجازية وهنفردها على كيس النايلون او ورقة الزبدة عشان تاخد مقاس الصينية وشكلها. وكمان علشان وش صينية الحجازية ما يبقاش معانا مقطع ومكلكع، ويبقى مفرود كده وجميل وحتة واحدة، يبقى كمان شكل الصينية كده حلو وجميل ومتساوي. وطبعا انا مستخدمة صينية ألمونيا متوسطة. هنجيب المردنة او الفرادة ونمشيها كده على وش العجينة علشان يبقى متساوي. شلنا بقى وش الحجازية بمنتهى السهولة وركناه على جنب، وهنجيب الصينية وندهنها دهنة سمنة محترمة، وننزل بالنص التاني اللي هو قاعدة الحجازية، نص العجينة التاني اللي باقي، ونفرد بقى كده واحدة واحدة ونساوي. ونراعي واحنا بنفرد العجين نطلع بيه على جوانب الصينية، نعمل كده لقاعدة الحجازية حوافي علشان واحنا بنسوي الحجازية الحشوة ما تتحرقش مننا وتكرمل. هنجيب بقى المردنة ونمشيها برضو على وش العجينة عشان تبقى متساوية وتبقى مظبوطة ومية مية. هننزل بقى بالحشوة كلها. طبعا الحشوة ديت بالظبط على قد الصينية، ودي يا جماعة زي ما قلنا صينية ألمونيا متوسطة. عايزين برضو تستخدموا صينية مدورة متوسطة مفيش أي مشكلة، اللي تحبوه. هنفرد بقى الحشوة كده بالتساوي واحدة واحدة بالمعلقة، علشان احنا عايزين تبقى الحشوة كلها سمك واحد، ما يبقاش جزء فيه الحشوة كتير وجزء تاني فيه الحشوة قليلة. وكمان علشان تبقى الحجازية طالعة كده شكلها جميل فتفتح النفس. ننزل بقى بوش الحجازية اللي كنا فاردينه على الكيس البلاستيك واحدة واحدة كده، ونشيل الكيس البلاستيك ده خلاص مش عايزينه، ونشيل الزيادات اللي طالعة على جوانب الصينية، ونكمل بيها الحتت اللي هي الفراغات اللي باين فيها الحشو بتاع الحجازية، نقفل بيها الفراغات دي، نداري الحشو بتاع الحجازية اللي باين ده. وانتوا بقى بتنزلوا بوش الحجازية، لو لقيتوا فيه هوا ما بين وش الحجازية والحشوة تجيبوا الشوكة وتخرموا الوش علشان الهوا دوت يطلع، علشان ما يبقاش فيه فاصل ما بين الحشوة وما بين وش الحجازية بعد التسوية. تمام. ونبطط كده بإيدنا، يعني تبطيطة خفيفة كده، مش تتكوا بقى عليها وانتوا بتبططوا، لا حاجة بسيطة علشان وش الحجازية يمسك مع الحشوة. ونجيب بقى الشوكة ونمشي بظهر الشوكة كده ونعمله بيها خطوط طولية نزينه بيها وش الحجازية. ودي طبعا النقشة المشهورة للحجازية الاسكندراني. شايفين بقى الجمال؟ حاجة ولا أروع، بسم الله ما شاء الله. ومهم بقى ان احنا نقطع الحجازية قبل ما ندخلها الفرن. عايزين تقطعوها مربعات زي ما انا كده بقطعها، عايزين تقطعوها سامبوكسات اللي تحبوه، وبرضو حجم القطعة زي ما تحبوا، عايزين تقطعوها قطع صغيرة قطع كبيرة، اللي انتوا عايزينه يا جماعة. وبعد ما نقطع الحجازية نتركها 10 دقايق ربع ساعة ترتاح، وبعد كده نشغل الفرن لمدة 10 دقايق قبل ما ندخل الحجازية على درجة حرارة 180.
ونحطها في الفرن على الرف اللي في النص لحد ما تاخد لون ذهبي من فوق ومن تحت. طب افرضوا خدت اللون الذهبي من تحت والجوانب احمرت وهي استوت وبقت مية مية بس لسه الوش بتاعها ابيض، هنطفي الفرن ونولع الشواية يا دوبك تاخد اللون الذهبي بتاعها الجميل ونطفي عليها. شايفين بقى الجمال؟ حجازية اسكندراني اصلي. يلا بقى عشاق القرفة قوموا اعملوا حجازية، مش قادرة اقول لكم الريحة ولا الطعامة بتاعتها في منتهى الجمال. هنطلع الحجازية من الفرن ونتركها لحد ما تبرد تماما علشان لما نيجي نقطعها تبقى الخرط معانا متماسكة كده وجميلة. وبجد انكم تعملوا الحجازية في البيت اوفر بكتير من انكم تشتروها من الفرن او من عند الحلواني. شايفين الجمال بقى يا جماعة؟ واحنا بنقطع الحجازية طلع معانا ما شاء الله الخرطة بخرطتها ازاي، علشان صبرنا عليها وتركناها لحد ما بردت على الاخر. لكن لو انتوا قطعتوها وهي سخنة هتتفرفط معاكم، خلي بالكم يا جماعة. شايفين التسوية؟ بسم الله ما شاء الله، متحمرة من فوق ومن تحت، حاجة كده في منتهى الجمال، حاجة تفتح النفس. وحشوتها مظبوطة ازاي في النص، شايفين بقى الجمال؟ ويا ريت ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتعليقاتكم طبعا الجميلة تهمنا جدا. وبألف هنا وشفا، سلام عليكم.